لو كان نفسكم تدخلوا كلية فنون جميلة من وانتوا صغيرين زيي ومجموعة ثانوية عامة ما ساعدكوش تعملوا ده، فركزوا معايا. اقدر اقول لكم ان انتوا تقدروا تدخلوا الكليه وتتعاملوا كانكم طلبه وتستفيدوا بكل حاجه في الكليه، وده عن طريق قسم في كليه فنون جميله الزمالك اسمه القسم الحر. ده تقدروا تعلموا فيه اغلب الحاجات اللي بتاخدها الطلبه بس في وقت قصير، وبتدفعوا طبعا رسوم، والرسوم دي مش هتختلف كتير عن اللي الطلبه بيصرفوه، بالعكس فانتوا بتدفعوا مبلغ معين وبعد كده بتشتروا ادوات بمبلغ معين، على عكس الطلبه بتدفع مصاريف الكليه. انا ما اعرفش المبلغ كام، ممكن يبقى اقل اكيد من الدراسات الحره. الطلبه بتشتري كميه ادوات وبتعيد مشاريع كتير جدا، فالتكلفه بالنسبه لكم هتبقى اكيد اقل. انا دخلت القسم الحر ترمين، هو بيبقى 3 شهور او ترم، يعني الفرق ان انتوا بتكونوا من الساعه 3 والطلبه طبعا بتبقى من الصبح لحد الساعه 3. لو جيتوا بدري ممكن تحضروا مع الطلبه عادي، مع الدكاتره بتستاذنوا، الدكاتره مش بتمانع. لو فكرتوا تدخلوا مكتبه الجامعه برضو وتقروا كتب، تدخلوا اي قسم